تفضل الإخوان جميعا في الحديث حول العدو النصيري وحزب الله وحزب الدعوة وغيرها من الأحزاب الشيعية اللي قاعد تقاتل الآن في سوريا وفي العراق، والعدوان الروسي والصيني على الشعب السوري ككل. وتحدث شيخنا الفاضل خالد سلطان حول قضايا مهمة جدا تمس أمن الدولة الكويتي. حقيقة أنا أتساءل ككويتي، يعني احنا ليه متى راح نظل ساكتين؟ العدو على بواباتنا. يقال في 200 ألف جندي بسيج موجودين الآن في البصرة، وبطريقة أو بأخرى هذول يمكن يهاجموننا في أي لحظة، والعدو الإيراني يمكن يهاجمنا عن طريق البحر. والدكتور عبد الله النفيسي قاعد يتكلم الآن عن قضية مهمة جدا، قد يهاجمنا العراق بالخلايا بالجحش الشعبي مالهم عن طريق عرعر. وعندنا الآن العدو الحوثي قاعد يقاتلنا هو مع علي عبد الله صالح بالنيابة عن إيران. طيب احنا ليه متى راح ننتظر؟ وش ننطر أكثر من كذي؟ خلايا تجسسية وستوها، خلايا إرهابية موجودة، متفجرات وألغام وقنابل موجودة بالكويت. شنو المفروض ننتظره؟ ننتظر نذبح على الهوية، نقتل على أساس إن احنا سنة أو عرب أو غيره؟ شنو المطلوب منا بالضبط؟ القضية يجب أن تتعدى هذا الأمر، يعني مو مفروض احنا بقرآننا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل تربون بعدو الله وعدوكم. وين الإعداد لمواجهة العدو الإيراني في حالة هجومه، إما مباشرة أو عن طريق عملاء الموجودين، سواء اللي يأتون من دول الجوار أو يكونوا بالداخل موجودين عندنا. هؤلاء على استعداد، الأسلحة والمعدات والتدريب والخرائط وغيرها تثبت أن الجماعة مستعدين للمواجهة في أي لحظة، وخلايا مو نايمة، النايم إحنا، هذه خلايا يقظة. ليه متى احنا راح نقعد بهالطريقه هذه؟ نعم هناك عبء على اخواننا في امن الدوله والاستخبارات العسكريه، وحقيقه مو مقصرين. الان يجب علينا احنا كامه كشعب ان نستعد للمواجهه. هل الشعب الكويتي قادر على المواجهه؟ مستعد للمواجهه؟ هل هناك برنامج حكومي واضح للتصدي للاطماع الايرانيه في المنطقه؟ طيب الآن في ظل هذا الانكفاء العربي، وفي ظل حتى أن نستحي من مواجهة إيران في اليمن وغيرها، يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم الملك سلمان كان يمكن اليوم القوات اليمنية يمكن تقاتلنا الآن داخل الخليج. وبالتالي أنا أعتقد أن ككويتي على الأقل إذا كنا تعلمنا من دروس الماضي شيء في سقوط الكويت في 2/8 في ساعتين، في وجود عدو مثل إيران أو في أتباعه أو في خلايا الموجودة عندنا، يجب أن نستعد للمواجهة. أنا أعتقد أن احنا غير مستعدين، واعتقد أن الحكومة قاعد تطبطب على مواضيع كثيرة، وهذا الأمر ما يجوز. لازم نكون واضحين بصريح العبارة، وإذا في محاكمات تكون محاكمات سريعة وواضحة وعادلة، نعطي فيها كل أطراف الضمانات اللازمة لحفظ حقوقهم، لكن لازم أن نعرف الحقيقة من وراء العملية. وإذا القضية قضية فعلا أن إيران وراء العملية، وأن العدو الروسي ما راح يسكت، وأن الصين الآن قاعد تدخل في المواجهة، فعلى الأقل في الحد الأدنى لابد من طرد ولاء السفراء وسحب سفرائنا من هذه الدول. إحنا الآن سنقاتل على ديننا وعلى مذهبنا وعلى عقيدتنا وعلى عروبتنا. ما يحدث في سوريا اليوم قد يحدث في أي مكان آخر في العالم العربي، وبالتالي ايش تنطرون؟ خراف تذبح أم الرجال تقاتل؟ هذا الطرح اللي أتمنى على الأقل أن نطرحه خلال الفترة القادمة، وأن نحاسب الحكومة الكويتية.